بكل اسف اتصاب من ولادي اللي هم في اللجنه الشعبيه، اتصاب واحد وسياده الوزير بعت لي امن الوزاره وبعتوه على العلاج، لان احنا خفنا للواد يتاخد في القصر العيني على انه من جهه ثانيه. طب دلوقتي الكتب اللي حضرتك بتجمعها بره دلوقتي وفي شباب جوه المبنى بيجمعوها بره، مصيرها يروح فين؟ اقول لحضرتك الكتب دي زي مصير ال 50,000 كتاب اللي طلعوا. احنا بنعمل وحده تجميع زي ما حضرتك شايف، بعد كده بتيجي عربيه وزاره الثقافه بتاخد الكتب من هنا. طبعا حضرتك شايف ابو بلط ابيض ده من وزاره الثقافه. العربيه بتطلع من وزاره الثقافه، بيطلع عليها 2 من اللجنه الشعبيه عشان يتاكدوا ان العربيه اتنقلت من هنا لغايه دار الكتب من غير ما يتاخد منها حاجه، ويتاكدوا ان الكتب دخلت لدار الكتب اللي هي الجهه الرسميه لاستقبال الكتب دي. حضرتك ممكن يتبادر الى ذهن حضرتك هل مهتم بموضوع الثقافه؟ يعني حضرتك شغال ايه او اهتماماتك ايه؟ اولا حضرتك الاشرف مني والاحسن مني هم اعضاء اللجنه الشباب اللي شغالين، بعضهم ما نامش لمده 3 ايام. انا شغال مدير منتدى اشراك الثقافي في مكتبه اسكندريه بالتعاون مع مكتبه اسكندريه، لكن احنا كلنا هنا كل اللي حضرتك لو فتحت بالكاميرا هتلاقي اشراف كتير من مصر جايه تساعد، جايه، لا انا فرع القاهره، جايه تساعد في انقاذ او في المشاركه في هدف وطني. حضرتك اللجنه دي يعني تطوعيه، وكل اللي موجودين ما بيتقاضوش حاجه، بس لهدف وطني انقاذ ما تبقى من الكتب وتراثنا. ايه اللي حضرتك تحب توجهه من خلال شاشتنا للجمهور؟ انا عاوز اقول للجمهور، اولا الفضائيات اللي طلعت بعض الشخصيات، اولا ده واحد من ولادي اتصاب مني امبارح. عاوز اقول لكل الفضائيات